السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعضينا وصفة جميلة وسهلة ومختلفة. مين فينا ما بيحبش البطاطا بكل طرقها؟ اذا كانت مشوية او مسلوقة. النهاردة هنعملها بطريقة حلوة ومختلفة، وان شاء الله هتعجبكم وتعجب كل اولادكم وكل اللي في البيت. تعالوا نبدأ ونشوف الطريقة على طول، بس اهم حاجة تشوفوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والشير. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف مع بعضنا الطريقة. أول حاجة كنت جايبة كيلو من البطاطا، غسلتها كويس، وبعدين جهزت حلة وحطيت البطاطا، وبعدين حطيت كوباية من المية مش أكتر من كده. وبعدين شغلت عليها النار وخليتها يعني نار متوسطة، وبنسيبها على النار نص ساعة أو على حسب الكمية اللي انت جايباها لو كانت أكتر يعني. وكده بعد مرور نص ساعة رحت عشان طبعا اشوف التسوية بتاعة البطاطا. هي استوت بسم الله ما شاء الله، وهنشوف مع بعضينا. اهو زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله استوت وبقت دايبة جميلة جدا. هي دي التسوية اللي احنا عايزينها او التسوية المطلوبة. شايفين الجمال جميلة ازاي. خلاص كده انا سبتها بردت شوية، وبعدين قشرتها شلت كل القشرة اللي عليها، وبعدين هبتدي ان انا اهرسها كويس. هي مش مستحملة يعني، بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. وممكن تستخدمي في هرس البطاطا الشوكة، ممكن لو عندك الهاند بلندر، ممكن الهراسة بتاعت البطاطس زي ما انا عملت كده. هي يعني بتكون دايبة مش مستحملة خالص، بتكون سهلة معاكي. بعد كده بنبتدي ان احنا نضيف الاضافات بتاعتنا. واول حاجة معايا ضفت 3 معالق من السكر، وابتديت ان انا اقلبهم او اهرسهم كويس مع البطاطا. وبعد كده هبتدي ان انا اشغل عليها النار مرة تانية. بعد كده هنبتدي ان احنا نضيف باقي الاضافات اللي هنحطها على البطاطا. بتكون ربع كوباية من اللبن، وكمان بنحط 3 معالق من النشا. بعد كده بنجيب اللبن او الربع كوباية من اللبن، وبنضيف معاه 3 معالق من النشا. على فكرة اللبن ممكن تبدليه بربع كوباية من المية، بس اهم حاجة ان انت تدوبي النشا كويس جدا وما تخليش فيه اي تكتلات، عشان ما يعملش معانا اي تكتلات في البطاطا. دي اهم خطوة ان انت تقلبيه كويس وفي نفس الوقت ده انا مشغلة النار على البطاطا، بس بتكون نار هادية جدا. تمام كده. وبعد كده بنبتدي ان احنا نضيف ربع كوباية اللبن اللي احنا عملناها والنشا، وبنقلبهم كويس جدا. زي ما انتوا شايفين بيفرق جدا في قوام البطاطا، ولازم تقلبي كويس جدا عشان ما تعملش تكتلات في قلب البطاطا، وكمان لحد ما يكون النشا واللبن اختلطوا مع البطاطا، ويكون النشا استوى كويس في قلب البطاطا. تمام كده. ونقلب كويس جدا. وفي الوقت ده انا دقت البطاطا، حسيت ان هي محتاجة سكر شوية، عطيتها معلقة كمان من السكر. تمام. وكمان ضفت مكعبين من الزبدة، بس معلش المقطع ما تصورش. وجبت البايركس بتاعتي او الصينية اللي انت هتشتغلي فيها او تعملي فيها البطاطا، وادهنيها بالزبدة كويس. وبعدين بتضيفي زي ما انت شايفة كده البطاطا، كل الكمية اللي معاكي على حسب برضو مقاس الصينية اللي معاكي. وعلى فكرة ممكن تستبدلي مكعبين الزبدة بمعلقتين من السمن. ويا سلام بقى لو عندك سمنة بلدي، هتبقى جميلة جدا. يعني عادي مفيش اي مشكلة، عندك زبدة حطي، عندك سمنة عادي حطي، عندك سمن بلدي برضو ممكن تستخدميه عادي مفيش اي مشكلة. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة حلوة جدا. ونيجي للخطوة اللي بعد كده. بنجيب الحلة وبنضيف 3 كوبايات من اللبن، وكمان بضيف 3 معالق من السكر، وبضيف معلقة من الفانيليا، وكمان بضيف 3 معالق من النشا كبار. كل المكونات دي انا بحطها على البارد، وبقلبها كويس جدا قبل ما احطها على النار لحد ما اشوف ان ما فيهاش اي تكتلات. طبعا بجهز النار وببتدي ان انا ارفعها على النار واخليها على نار متوسطة. واول ما ترفعيها على النار لازم برضو تخلي ايدك على طول فيها، يعني اللي هو انت على طول بتقلبيها تقلب مستمر
عشان خاطر ما يكونش فيها اي تكتلات، لحد ما تديكي القوام اللي انت هتشوفيه دلوقتي. هو ده القوام المطلوب للمهلبية اللي احنا بنعملها. القوام بتاعها جميل وكريمي وناعمة وجميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. نيجي للخطوة اللي بعد كده، وخلاص كده نزلتها من على النار وهي سخنة كده على طول، حطيتها فوق البطاطا زي ما انتوا شايفين. نعمل كده طبقة المهلبية اللي بتكون الأخيرة من فوق من على البطاطا. وخلاص كده خلصنا الطبقة بتاعة المهلبية. هنبتدي دلوقتي نجهز قشطة. طبعا انت لو عندك قشطة من وش اللبن عادي مفيش اي مشكلة، طبعا بتبقى لذيذة وجميلة، لكن انا هنا بستخدم اللي هي القشطة المعلبة لان مش متوفر معايا القشطة التانية. تمام كده. بعد كده اخدتها ودخلتها الفرن، بنخليها في الفرن من 5 ل10 دقايق. بعد كده بنبتدي نشغل عليها الشواية بالظبط يمكن 5 دقايق، او اول ما تلاقيها كده اخدت اللون الذهبي الجميل ده، خلاص كده طلعيها من الفرن، لان هي خلاص احنا عايزينها بس تاخد وش او اللون الذهبي الجميل، وبنشيلها على طول من الفرن، لان كل حاجة فيها مستوية، مش محتاجة هي اي تسوية، غير ان احنا بس بنديها الطعم الشوى، يعني كأن البطاطا مشوية مش مسلوقة، بتديها طعم جميل لما بتخش الفرن وبتبقى لذيذة جدا. لو كنت وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك للقناة. مش قادرة اوصف لكم طعمها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. انا عايزة اقول لكم بالنسبة لصينية البطاطا، ريحتها كانت قلب الدنيا. عندي في البيت ما صبروش لحد ما هي تبرد شوية، قطعوا منها وهي سخنة واكلوا. بس عايزة اقول لكم وهي باردة كمان طعمها جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. يعني في كل احوالها حلوة، وهي سخنة وهي برضو باردة بتبقى طعمها جميل. يلا بقى جربوا الطريقة واعتمديها وقولي لي رأيك ايه في التعليق. اشوفكم